النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض السمك المقرمش، السمك المقلي المقرمش. ماشي. اول حاجه معانا هتبقى طبعا حوالي كيلو سمك واربع سمكات، ونحطها كده علشان يتصفى لو في اي ميه ولا اي حاجه تنزل. ماشي. ومعايا هنا حوالي كوبايه دقيق. هنا معايا كوبايه دقيق هنا، كوبايه دقيق هنا. هوريكم ليه كوبايتين في طبقين. تمام. هنا كوبايه وهنا كوبايه. وهنا معايا حوالي 10 فصوص توم، ومعاهم حوالي 5 أو 6 فصوص، 5 أو 6 قرون فلفل حامي. ماشي. لو انت مش بتحبي الفلفل الحامي ممكن تحطي فلفل رومي عادي. ومعايا هنا كمون، ومعايا كزبرة ناشفة مطحونة. ماشي. ومعايا طبعا الليمون، ومعايا ملح، ومعايا هنا مية. هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. تمام. وهنا برضو نفس النظام، نص معلقة صغيرة كمون. وهنا نص معلقة صغيرة كزبرة. وهنا كذلك نفس النظام. تمام. كده في كل طبق بحط هنا زي هنا. وهنا برضو هحط حوالي نص معلقة ملح. ماشي. وكذلك هحط هنا برضو. تمام. هقلب كله مع بعضه. اقلب كده، هقلب ده كمان. بس ده هحط فيه بقى ميه حبه كده، وهقلبهم لغايه ما يبقى عندي خليط سائل. تمام. هزود يعني يبقى خليط كده، ايه، ولا سائل قوي ولا متماسك قوي. زود ميه تاني. معلش انا نسيت اقول لكم على النشا والبيكنج باودر. انا حطيت هنا حوالي معلقه صغيره بيكنج باودر. ماشي. وهنا هحط معلقه كبيره نشا او معلقتين، مش مشكله. ماشي. وعلى الطبق التاني ده حطيت برضو نص معلقه صغيره بيكنج باودر، وهحط معلقه عاديه كده نشا. تمام. بس هنرجع بقى للخليط اللي احنا بنعمله ده. نزود ميه تاني، وتزود كده ايه بالراحه. مش لاقي معلقه صغيره، ما علينا. طيب نجيب برضو كمون اهو، ومعلقه صغيره كامله بقى عليه اهو على الخليط ده. احنا قلنا الخليط ده كان عباره عن فلفل حامي وتوم صحيح.
تمام. ودي كزبره، حطيت معلقه صغيره برضو. تمام. وانا حاطه عليها ملح. الليمون بقى اعصر ليمونتين. وبعدين هقلب كل الخليط ده برضو مع بعضه. بعد كده بقى هاخد السمكة الكبيرة، هعمل لها فتحات كده ايه من بره كده اهو. ثواني بطريقة اوضح كده. تمام اهو. اعمل فتحات كده اهو عشان الحياء يدخل يعني جوه هنا كده، تبقى كلها السمكة نفس الطعم، مش من جوه بس. يبقى الطعم ده كده بيبقى مش قد كده. لا، احنا عايزين السمكة كلها طعمها حلو اهو. تمام. السمكة من جوه نضيفة اهي زي الفل، مفيش اي حاجة، موصول بمية ودقيق وخل وزي الفل. ماشي. هحط بقى الخلطة دي هنا كده، كل حتة هنا. هحط حبة بس كده، مش كتير يعني ايه، حبة مش كتير اهو. ده بيتعمل في السمكة الكبيرة. تمام. اهو يا بنات، بعمل معاكم السمكة، بعملها بالدقيق، بتبلها بالدقيق كده اهو. تمام اهو، زي ما انتم شايفين بغطيها كلها بالدقيق كلها اهو. تمام. وبعدين كلها اتغطت اهي بالدقيق، بعدين انفض اي دقيق زيادة اهو كده. تمام. عايزة بس ايه اعمل كده عشان البطنة تبقى ايه مقفولة، ما تنزلش التبلة دي في الزيت. تمام اهو بالطريقة دي، واعمل واخلص كل الكمية اللي عندي. هنا يا بنات انا تبلت السمك كله، هسيبه لما يبقى مندي. تمام، يعني يبقى كله زي السمكة دي كده، هو كده خلاص يعني يبقى مندي ايه، كله يبقى زي السمكة دي كده. دي اول واحدة انا عملتها. في حاجة عايزة اقول لكم عليها، انا الخلطة دي اتبقت معايا، انا مش هرميها،
الخلطة دي انا هحطها في التلاجة وابقى استخدمها في وقت تاني. تمام، يعني انا مش هرميها، احنا عايزين نبقى اقتصاديين في بيتنا. طيب انا كده هاخد السمك، السمك اهو، هاخد اول سمكة انا تبلتها. تمام، هاخدها كده اهو اهي، شوف اتشربت كلها ايه، كلها اتشربت كلها اتشربت الدقيق اللي انا تبلتها بيه. تمام، هاخدها واحطها في الخليط العجين اللي انا كنت عاملاه ده. تمام، على فكرة انت ممكن تقليه بعد ما تقلي سمك عادي، بعد ما تحطيه في خلط، يعني تستكفي بتتبيلة الدقيق بس. لكن لو عايزاها مقرمشة قوي ولونها جميل كده، ممكن تحطيها في الخليط العجين ده. طبعا بيفرق طبعا فيها وفي لونها وفي طعمها في كل حاجة يعني. تمام اهي، وهخرجها طبعا من الطبق وعلى الزيت على طول. يا بنات انا السمكة هسيبها تصفى كده، تنزل الزيادة، الخلطة الزيادة. ماشي، وهاخدها على الزيت اهو. الزيت معي مش كتير وسخن يعني ايه اهو يا بنات. ماشي، دي تاني طاسة حطيتها اهي. شوفوا لون السمك جامد ازاي، لونه حلو جدا صراحة، وطلع مقرمش جدا جدا يعني. اهو يا بنات، ده شكل السمك بعد ما طلع، بعد ما قليته صراحة شكله حلو جدا يعني جميل. بصوا بصوا يعني مقرمش جدا، بصوا سامعين اهو. حلو جدا، اتمنى تجربوه. لو عجبكم اضغطوا على اشتراك للقناه، العلامه الحمراء اللي تحت الفيديو، وما تنسوش تعملوا لايك وشير، وتابعوني على القناه، ان شاء الله انزل لكم حاجات احلى واحلى بكتير. باي باي.